هو الاهلي رايح على فين؟ هو دلوقتي الاهلي بعد موسم كان صعب شويه عليه على غير طبيعه الاهلي خالص، قرر ان هو يتعاقد مع كابتن حسين عموته، وقرر ان هو يغير شويه من جلد الفريق. بس خلينا الاول نغوص جوه فكر الاداره قبل ما نتكلم على الصفقات. اداره الاهلي بالتحديد كابتن محمود الخطيب، ومن قبله حتى المهندس محمود طاهر، في دماغهم حلم. يعني لغايه دلوقتي الخلطه بتاعته ما ظبطتش، الا وهي ايه؟ الا وهي ان احنا نعمل هويه بصريه للاهلي ممتعه شويه. يعني نبقى شبه شويه فرق زي برشلونه او بايرن ميونخ او مانشستر سيتي لما جاب جوارديولا بالطقم بتاعه اللي جه معاه من برشلونه في الاول، عشان نخلي الاهلي فريق بطولات دي حاجه، ونخليه فريق ممتع دي حاجه تانية. احنا بنحاول ان احنا نعمل هويه بصريه ممتعه لينا، وفي نفس الوقت نحافظ على ريادتنا ونحافظ على البطولات وكل الكلام ده. لكن الخلطه زي ما بنتكلم هي مش ظابطه، بدليل ان احنا كل شويه بنحاول نجيب مدرب يقال ان هو بتاع كره هجوميه. ابتدينا اول محاوله كانت عن طريق جريدو، تاني محاوله تقريبا اول محاولات اللي جت بعد كده مدربين زي لازارتي او زي فايلر او زي سواريش اللي جه في النص. بس انت كل مره بترجع تاني لنفس فكر المدرب الكلاسيك اللي بينجح دايما في ان هو يرجعك تاني لسكه البطولات. يعني انت بين كل مدرب من المدربين دول والتاني هتلاقي نفسك رجعت تاني لمدرب زي كابتن حسام البدري او مدرب زي موسيماني او مدرب زي كولر، ودلوقتي انت راجع تاني للفكر بتاع كابتن حسين عموته.